السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بطريقة بقى فراخ بانيه تحفة. يعني هي صدور فراخ بس انا عملتها بطريقة حلوة جدا. انا جبت بصلاية بصوا صغننة خالص، عليها فصين من التوم وفص ماجي وعلبة زبادي. خلاص كل ده كده قلبته على بعضه، وهحط بقى عليها ايه البهارات. عندي كل البهارات اللي عندي هحط منها كل انواع البهارات. حطيت بابريكا وفلفل اسود وكزبره وبهارات شوي، وحطيت كمان كاري، وحطيت بابريكا، وحطيت كل حاجه عندي يعني ينفع تتحط. توم باودر، بصل باودر، مع اني حاطه فريش، بس التوم البودر والبصل البودر بيدي نكهه حلوه قوي للتتبيله. خلاص ممكن انا بقى اكتر بعد كده. لما عملتها عجبهم قوي صوص الزبادي بتاعها، طعمها تحفه تحفه. فانا بقى بعد كده بقى لو انا هعمل الكميه ده كيلو بانيه، بدل علبه زبادي ممكن احط علبتين 3 من الزبادي. خلاص عشان يعمل صوص اكتر. انا كده حطيتها في التتبيله اهو زي ما انتم شايفين، وهحط شويه زيت صغيرين قوي في الطاسه. الزيت طبعا ده كتير، بس انا شيء يعني بعد ما حطيت كده اول قطعه، المفروض ان هي ما تبقاش يعني هي دوبك تاخد الصدمه، بس نقصت الزيت. طاسه زي كده مكنش بس تلزق فيها، لان زي ما انتم شايفين قطع الفراخ متبله يعني عشان ما تلزقش في الطاسه. فحاجه تيفال زي كده ما تكونش هتلزق فيها. خلاص على درجه حراره عاليه، وتديها صدمه كده على النار. وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. احلى طريقه حلوه جدا قوي للفراخ بصوص الزبادي، وسهله وبسيطه. وبصوا ولا احسن فندق يعني هيعملها بالطريقه دي، هتبقى طعمها حلو جدا. جربيها مش هتندمي. وطبعا في التتبيله هتحطي شويه سكر، يعني ملح وسكر دايما عشان ما تعملش حرقان وكده. خلاص انا هو بقى ايه، هي تبتدي تتحمر، ابتدي انا بقى اقلب فيها كده عشان تاخد اللون. انا عايزاها ايه، تاخد اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي معايا. وبعدين ايه هنكمل بقى نشوف هنعمل ايه. هنا طبعا ده معانا خضار، هنعمل خضار جنبها، خضار سوتيه يعني. الاكل اكل خفيف كده. حطيت عليه ملح وفلفل و... وواحدة ماجي. خلاص وهنشوحه كده ينزل المية بتاعته، ونشوحه على البخار يعني مش هنزود مية ولا اي حاجة. ده الخضار السوتيه. احنا عندنا دلوقتي بنحمر الفراخ، واللي بتتحمر بنشيلها وبنحط غيرها، عشان احنا عايزينها كلها تاخد نفس اللون. بس كده بعد ما الكمية كلها هعملها بقى، ناخد الخطوة اللي بعديها نشوف هنعمل ايه. طبعا بعد ما هخلص تحمير انا ايه، هفضي بقية الفراخ كلها على بعضها في الطاسة. ده الخضار السوتيه وابتدى ايه ينزل مية، فانا اشوحه بس كده عشان يشرب المية بتاعته برضو على نار عالية، عشان انا مش عايزاه يطرى، عايزاه بس يتشوح كده. حطيت عليه بصلايه صغيره مبشوره، وحطيت عليه فص ماجي، ملح، فلفل، سنه سكر صغيره، وكمان بابريكا. خلاص هنا كانت ايه، خلاص كميه الفراخ كلها تقريبا يعني خلصتها. الطاسه اتحرقت ما اتحرقتش، انا هعمل فيها برضو وهي كده زي ما هي كده. هحط فيها هرد فيها الفراخ تاني وايه، وهكمل وهنزل بالصوص بقى اللي في العلبة ده كله زي ما انتوا شايفين، وهرده تاني في الطاسة، وهحط شوية مية سخنين عليها. شايفين اهو بالطبق اللي كان مكانه التتبيلة، هنزل بالتتبيلة اهي، التتبيلة كلها عليها. طبعا الفراخ ريحتها رهيبة رهيبة، والله العظيم لو جربتوا الطريقة دي مش هتندموا. وبعدين خفيفة وسريعة. بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي، ولا ريحته فظيعة. وادي الخضار السوتيه اهو، نزل المية واشربها. ونعمل بقى شوية رز كده بسمتي اصفر على كيفك، عشان ايه الشياكة تكمل. طبق سلطة. بصوا شكل الفراخ عامل ازاي، ملوش حل. بألف هنا وشفا على قلبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.